مثلا عندك 16 سنه. انا عندي 17 سنه. طب يا سيدي معلش انا ما غلطتش، 16 من 17 ما فرقتش. عندك 17 سنه. هل انت شايف ان دي الطريقه اللي تقدروا تعبروا بيها عن مشاعركم لبعض؟ انا عارف ان ده مش عقد عرفي ولا عقد جواز ولا اي حاجه، انا عارف وواثق فيك جدا وواثق في ياسمين وعارف ان انتوا ما عملتوش حاجه غلط، بس عيب ما يصحش. عارف ليه؟ ليه يا انكل؟ لانها مكتوبه في السر. الجواز يا حبيبي لازم يكون معلن، لازم تكون الناس كلها عارفاه، يبقى في النور على سنه الله ورسوله زي ما كلنا عارفين. انما مش كلام مكتوب في السر. وخدها مني بقى، اي حاجه مكتوبه في السر تبقى حرام. صح يا انكل. وبعدين انتوا لسه صغيرين قوي على حكايه الارتباط دي، صدقني. تعرفوا ايه انتوا عن الجواز؟ الجواز ده مسؤوليات ومصاريف وهم ما يتلم، ما تعرفوش حاجه عنه. ولا انتوا فاكرين يعني الجواز ده شويه دباديب وهدايا وفالنتاينز داي؟ عندك حق يا انكل، انا بعتذر عن اللي حصل، انا اسف. طيب طالما انت طلعت راجل عاقل كده، اقدر اقول لك بقى انك تقدر تيجي تشوف ياسمين في اي وقت يعجبك. فعلا؟ بس في البيت قدامي انا ومامتها، كده تبقى علاقه في النور ومحدش يقدر يتكلم عليكوا نص كلمه. اما حكايه بقى الارتباط الرسمي بقى والجواز، بدري قوي يا حازم، بدري جدا. يعني انا اوعدك لو انت اثبتت وجودك واثبتت ان انت راجل قد المسؤوليه، صدقني انا هبقى في ظهرك وكله هيبقى تمام. شكرا يا انكل. طيب طالما كده بقى، يلا بينا نروح البيت عندنا، نقعد مع طنط ندى ونقعد مع ياسمين ونقول كل اللي احنا قلناه ده. بجد؟ بجد، امال احنا بنهزر ولا ايه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.